اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. شايفين الحاجات اللي انا عملتها معاكم في القناة؟ ما شاء الله كلها احلى من بعضها. عملنا مع بعض كل حلويات العيد، هتلاقوا الوصفات كلها ورا بعضها في اخر وصفات نزلتها على القناة. عملت معاكم القرص اللي بالعجوة وبالملبن، واللي هو اسمه منين، الناس بتقول عليه منين، القرص اللي بالعجوة. وعملت معاكم كمان البسكوت بالفانيليا، بسكوت الشوكولاتة. عملت الغريبة، عملت البيتي فور. عملنا مع بعض برضو الكحك، كان تحفة طعمه يجنن، الكحك بالعجوة وبالملبن وبالمكسرات. وعملنا كمان الصابليه، هتلاقي الفيديوهات كلها موجودة على بعض في القناة ما عدا فيديو الصابليه ما قدرتش امنتجه، هنزله لكم ان شاء الله بعد العيد. وعملنا كمان مع بعض الفايش، طلع تحفة بجد، عجبهم جدا، عجب الاولاد. انا اول مرة اعمل معاكم الفايش، عجب الاولاد لدرجة ان هم كلوا نصه، ما قدرتش اشيل غير نص الكمية بس. ما شاء الله الحاجة ديت انا اشتريتها معاكم حاجة يعني، عشان التكلفة وعشان الميزانية ما تكونش تقيلة على البيت مرة واحدة، واحسن من اشتري جاهز. لا، عملت كل حاجة في بيتي الحمد لله. الاول اشترينا مع بعض الدقيق، واشترينا بعد كده السمنة والزيت والزبدة، وبعد كده اشترينا مع بعض حاجات البيتي فور، الشوكولاتات والتزيين والفارماسي والملبن والحاجات ديت والعجوة، وكمان المربى. فابتديت اشتريت حاجة حاجة، وبعد كده ابتديت اعمل معاكم الفيديوهات ديت جميلة جدا. الحاجة طلعت احسن من ما كنت متخيلة، احسن من السنه اللي فاتت كمان. لان انت كل ما بتعملي كل ما بتتعلمي، كل ما يبقى في تكات كده تعرفيها بالخبره والممارسه. ما شاء الله الحاجه لما تيجي تنزل تشتري، لو تشتري جاهز بتبان من عينيكي يعني. لما بتشوفي كده البسكوت مقرمش وما شاء الله بيبين ما شاء الله شكله حلو، وباين هيطلع طعمه حلو اكيد. والغريبه برضو لما بتشوفيها كده هو دايبه دوب او ناعمه، تعرفي برضو ان الغريبه او البيتيفور حلو من غير حتى ما تدوقيه. الحاجه يا جماعه بتبان من شكلها. بعد كده بقى ممكن تدوقيها لو انت اشتريتي بعد الفطار. وبعد كده نزلت امبارح بقى بالليل، فرحت الاولاد واشتريت لهم بقى التسالي، الملبس والشوكولاته والحلويات، وكمان اللب والسوداني والحاجات دي. طبعا العيد لازم كلنا نفرح بالعيد، محدش يجي عشان كلمه بسمعها من ناس كتير، محدش يجي يقول العيد مش لينا، العيد لاصحابه، احنا مش هنخرج، احنا مش مبسوطين، احنا معرفش ايه. يا جماعه فرحوا اولادكم، وخصوصا لو انتوا عندكم اطفال كانت بتصوم، فرحوا اولادكم بالعيد، عرفوهم يعني ايه عيد. طبعا الاطفال اللي من سن 9 سنين كانوا بيصوموا، والصيام كان سهل علينا ما شاء الله يعني، وكان حلو. والشهر كان جميل وعدى، يعني ربنا يتقبل مننا، عدى بسرعة البرق. فالاطفال عندنا، انا عندي اولادي كانوا بيصوموا 9 سنين و10 سنين و12 سنة، دول كانوا بيصوموا. فانتوا عرفوهم ان العيد دوت بيجي هدية، ربنا بعته هدية للناس اللي كانت بتصوم، زي المكافأة كده. فانتوا يا اولاد يا اطفال يا حبايبي كنتوا بتصوموا طول الشهر، فربنا بعت لكم العيد تلبسوا جديد وتتفسحوا وتفرحوا، واشتري على قد امكانياتك. يعني انا اشتريت على قد امكانياتي، كنت شايله قرش على جنب كده، ونزلت جبت لهم كل اللي نفسهم فيه، توفي وملبس وشوكولاتات ومصاصات. كنت بشتري حاجه حاجه عشان ما تكونش طبعا ميزانيه كتير علينا، عشان ما حدش يشوف ما شاء الله الكميه يقول مثلا دي جابت وعملت وسوت والكلام ده كله. انتوا متعرفوش البيوت ماشيه ازاي، واحنا بنعمل ايه عشان نفرح اولادنا وعشان نحس بطعم العيد. فانتوا فرحوا اولادكم بالامكانيات اللي على قدكم، بالحاجات البسيطه اللي انتوا تقدروا تجيبوها. وانا حبيت اشارككم الفرحه ديت، طبعا بما اني بقيت يوتيوبر المشهوره طبعا الحمد لله، اللهم لا تفاخر. فقلت اشارككم اليوميات بتاعتي واوريكم ما شاء الله ولا قوه الا بالله الحاجات اللي انا عملتها، واطلب منكم ان انتوا تفرحوا اولادكم على قد امكانياتكم وحسسوهم بالعيد. اشتروا لهم بلالين وعلقوها، وكل سنه وانتم طيبين، واكتبوا رايكم في التعليقات في الحاجات اللي انا عملتها.